قالوا لي مجنونة، قالوا لي منافقة، قالوا لي زنديقة، قولوا ما شئتم، فلعلي مجنونة بحبهم. أي نعم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جميعا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكونوا كلكم بخير وصحة وسلامة. اليوم كان اختتام المؤتمر العلمي للأربعين، المؤتمر السابع لزيارة الأربعين، والذي موضوعه عن آل البيت رمز للحضارة، والإمام الحسين رمز للحضارة. أنتم رأيتم كانت عندي فقرة بعنوان الإمام الحسين رمز للحضارة، كنت مريضة يعني فيها وخير إن شاء الله. جئت إليكم اليوم لأنه أريد أن أتكلم عن نقاط كثيرة. فصحيح أنا زرت الأربعين من قبل في إطار شخصي، يعني حتى أني وقتها كنت خائفة كيف تذهب سنية إلى الأربعين. كنت خائفة حقيقة، كنت جدا خائفة في سنة 2019. وهذه المرة يعني مشكورون المشرفون والقائمون على مركز آل البيت للبحوث والدراسات مثل العتبة الحسينية الذين قدموا لي هذه الدعوة، ومن خلالها حقيقة تسنى لي أن أرى بعدا آخر للأربعين. لعله المرة الأولى كانت لكي أكون مثلكم مشاية وأنظر إلى مدى الكرم العراقي الذي عاهدته وتعودت عليه ورأيته، ولكن رأيته في بعد آخر، رأيته في مستوى آخر. في اليوم أو هذه السنة لو رأيتم الأربعين كان فيها مواكب من الوقف السني ونشرت بطريقة كبيرة جدا، ومواكب للمسيحيين أيضا في خدمة الإمام الحسين سلام الله عليه. على مدى الوقت الذي كنت أسير فيه في هذه أو بين هذه الجموع، أنتم لا أعلم لعلكم رأيتم الإحصائيات 22 مليون ويزيد عن من الزوار للأربعين. كنت أسأل نفسي ما الذي يدفع هؤلاء كلهم إلى أن يزوروا الإمام الحسين سلام الله عليه؟ لماذا يأتون بهذه الجموع الهائلة؟ كنت أنظر للناس في الطريق، أقف هكذا وأقول يعني هناك من لا يستطيع أن يمشي، ورغم ذلك مقبل على الإمام الحسين سلام الله عليه. من هذا الإمام الحسين؟ طيب أنا سأتكلم عن الشيعة. الشيعة هنا هم ولدوا وكبروا وعاشوا وتربوا وترعرعوا في هذا الحب، وهناك حتى من أصبح له غلو في هذا الحب، وسأقول الحقيقة حتى وإن كانت مع وعلى. فبطبعهم يمكن أن يكون عندهم هذه القوة في التعبير على المشاعر، ولو أني ضد الكثير من الممارسات أقولها لكم وصريح العبارة يعني، ولكن لا يعني أن أشتم أو ألعن أو أكفر ذاك الشخص. فحقيقته ما بينه وبين قلبه في التعامل هذه حقيقة خاصة به، وأحترم الإنسان حتى ولو رفضت سلوكه. أما الذين هم ليسوا شيعة بالأساس، الذين جاءوا، ولعلكم رأيتم فيديوهات الوقف السني كيف كانت، ورأيتم عدد المسيحيين الذين حضروا. أنا من بداية الرحلة نزلت صورة وأنا في المطار، كنت مع سير نيكولا الذي من ألبانيا، والذين رأيتم قصته تتداول مؤخرا، وحدثني عن قصته في المطار. قال لي ستريم، طيب يقول لي ستريم، هو قال مس ستريم أنا جئت لأنني وعدت الإمام الحسين سلام الله عليه. لما قال لي هذا ماذا مر بعقلي؟ تعرفون ماذا مر بعقلي؟ قلت سبحان الله، ماذا عن هؤلاء الذين هم يقولون كل يوم في صلاتهم اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد ماذا عن أهلي؟ ماذا عنا نحن؟ ما الذي يمنعنا من أن نأتي إلى الإمام الحسين سلام الله عليه؟ ما الذي يمنعنا من أن نحب الإمام الحسين سلام الله عليه؟ بالآخر لن أتكلم إلا عن نفسي وما أنا أراه، لا عنده علاقة بأشخاص، ولا عنده علاقة بفئات، ولا عنده علاقة بوجهات سياسية، ولا أنا لا أنتمي إلى أي شخص ولا أنتمي إلى أي إنسان. سألت نفسي ما الذي يمنعنا عن أن نكون في حضرة هذا السر العظيم؟ ولما أقول السر العظيم أعرف ماذا أقول، لأنه 22 مليون شخص يدخلون على مدينة بمساحة كربلاء ولا يصاب فيهم واحد. كنت أنظر فقط يتدخل الأطباء لأنه أغمي على أحد من فرط ما بكى مثلا أو شيء كهذا، لكنهم موجودون طول الوقت، ماشيين سائرين داخلين راجعين مبتسمين سعداء. شخص يمشي كيلومترات متعب مرهق يصل ويدفع في يعني يشد على جسمه وهو يدخل على الإمام الحسين سلام الله عليه، ورغم ذلك ليس هناك زعل ولا تشاحن. سبحان الله، ما الذي يمنعنا نحن؟ فبقيت أنظر إلى الموضوع من الخارج وقلت سبحان الله، يعني أول شيء يجب أن نفهم من هو الإمام الحسين، هذا السر العظيم يجب أن نفهم من هو. نحن لا نعرف حقيقته ولا نعرف حقيقة آل البيت سلام الله عليهم، لأنه لمدة طويلة آل البيت نسبوا إلى فئة معينة، لكنهم لا نقول أن آل البيت للمسلمين، لا نقول نسبوا لطائفة الشيعة، إلا أن هناك محبين لآل البيت في السنة أيضا، لكن أتكلم عن الظاهر الذي كان يمرر لنا.
وللأسف الشديد كل الممارسات التي ترى اليوم في المذهب الشيعي نسبت أيضا إلى آل البيت، وهذا لأن ليس عندنا الوعي التحليلي، وأن نفصل بين حقيقة هذا من الذي قام به، هل هذا أشخاص قاموا به أو هذا ينتمي إلى المذهب في حد ذاته. فآل البيت لن أقول أنهم للإسلام فقط، آل البيت للإنسانية كافة. ماذا يجعل هذا السير نيكولا يأتي من ألبانيا وكان مريض، طبيبه قال له لن تستطيع، أبث لكم الجزء الحقيقي من الموضوع لأنه أعلم أنه في مواقع التواصل الاجتماعي دائما نضيف وكذا، والقس جاء وقرأ كذا وقرأ دعاء كميل، وهو لم يقرأ دعاء كميل بصراحة، لكن أقول لكم لا تزعلوا مني، هو كان مريض جدا جدا، حمى وتقيؤ ولا يستطيع أن يقف على ساقيه. فالطبيب قال له لو تذهب ستموت يعني في هذه الحالة وهو ضعيف في البنيان. فقال لهم لا، ما لا يهمكم، أنا سأذهب واتركوني، قمت بعملكم سأقوم بعملي. وجلس يقرأ من دينهم. الأخت التي كانت معه قالت أنه هناك كلمات نفس المعنى في دعاء كميل، وهذه الجزء الصحيح في الموضوع، وليس الكلمات هي لم يكن يقرأ دعاء كميل، لا، هو قرأ من إنشاداتهم أو طقوسهم هم، ولكن كان بعض الكلمات نفس الشيء من الناحية الثانية. وقالت بدأ يفعل أشياء هكذا ويمكن فبعدها شعر أنه بخير، وقال أنا لا أستطيع أن أبقى، لأنني وعدت الإمام الحسين. يعني كأنه يجب أن يتم ذاك الوعد، كأن نحن الشخص لما يوصى وصية يجب أن يوصلها. فأصبح أحسن وجاء ومشى وقدم ما قدم للإمام الحسين سلام الله عليه هنا. الإمام الحسين ليس فقط مجرد إنسان، مجرد شخص. الإمام